ايه يا بنتي بتعملي ايه؟ ابن حلال كنت مستنياه. تعالى بقى عشان تساعدني. في ايه يا بركه؟ ما انت كنت شغاله لوحدك. عشان تساعدني تعلق لي تدق. انا ما بطولش، انا قصيره. حرام عليك، انا جاي من الشغل تعبان والله. وانت على طول تعبان تعبان، مفيش مره جاي رايق من الشغل. هعلق ازاي وانا قصيره اصلا مش طايله؟ بس ساعدني. ايه الواحد ما بيخلصش من لسانك. تعالي يا ستي، عايزه تعملي ايه؟ هنعلق الحاجات دي وايه المسامير عالدقها في الحيطه ونعلق الحاجات دي بس. فانزت اشطر كتكوت، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا. وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه ربنا كلهم عونا ومعينا. قلت لفرعون الكبير الصغير خد بقى فرع النور ده على الاول عشان انت طويل. امال انا متجوزاك ليه؟ بيقول يعني انت متجوزيني بس عشان السبب ده؟ قلت له طبعا، ده انا عامله زي ما اكون واقفه في الدور الاولاني وانت واقف في الدور العاشر. طبعا يا ولاد الطول هيبه والقصر طبعا خيبه. المهم بقى ندخل في المفيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فالمطلوب مننا في شهر رمضان ده ان احنا نصوم شهر رمضان ده ونعبد ربنا فيه حق عبادته. اللي هو ازاي؟ ان احنا ما نشتمش، ما نغلطش في حد، ما نجيبش في سيره حد بالباطل، ما نجيش بعد الفطار بقى ونقعد نتفرج على افلام ومسلسلات ونقول لا خلاص ما احنا فطرنا. يا جماعه هو نهاره زي ليله، لازم نعبد ربنا فيه، نصوم ونصلي ونذكر ربنا، ما نقعدش نضيع وقتنا في الافلام والمسلسلات والكلام الفاضي ده. احنا مش ذنوب على الفاضي. ده هو شهر واحد في السنة، شهر واحد ربنا عز وجل جعله لنا كده علشان ينقينا ويطهرنا من ذنوبنا. وخلينا طبعا ان نقابله كده واحنا ما عليناش اي ذنب، زي الطفل الصغير كأنه لسه مولود، لا عمل ذنب ولا عمل اي حاجة خالص. فده شهر واحد في السنة، يا ريت نغتنمه ونعبد ربنا فيه حق عبادته كما امرنا ربنا عز وجل وكما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لنا بقى تعملوا فطار حلو بكره، وروقتوا بقى ولا لسه؟ وعملتوا تجهيزات بتاعه رمضان بقى والفروشات وكل حاجه بتاعه رمضان مكتوب عليها رمضان كريم ولا لسه؟ ما تنسوش بقى تقولوا لي عملتوا ايه، وعملتوا هتعملوا عصير ايه حلو. ما تنسوش تقولوا لي. ومين بقى بيحب هنا البلح ومين اللي ما بيحبش البلح؟ في ناس بقى بتعمله باللبن وفي ناس بتعمله بالميه، كل واحد بيشربه زي ما هو عايز. دي طبعا من الطقوس المحببه في رمضان، ودي طبعا من السنه. كل حاجه عندنا بقى عليها مكتوب عليها رمضان. كل ده والله بص عطى منظر للبيت رهيب. روقتوا وعملتوا الترويق والكلام ده. احنا ناس بنروق في رمضان وبنروق في العيد وبنروق في اي وقت، طول ما احنا قاعدين واحنا بنروق. واحد بصي، انتي منك لله. يعني وانت عملت حاجه؟ كل ده وما عملتش حاجه؟ فين اللي انت عملته؟ دقيت شويه مسامير وعلقت شويه بتوع. امال مين اللي عمل؟ امي. انا عارفه ان انت عملت، بس مش قصدي ان انت ما عملتش حاجه خالص، بس مش مستاهله التعب ده كله. هو ده اللي تعالى ساعدني بس. عملتي ايه انتي بقى في كل ده؟ كنت بناولك. بتناوليني؟ امم ليه شغالين في المعمار هنا ولا ايه؟ اقول لك ايه، ما تنحيش. لا والله بجد انا جاي من الشغل تعبان وانتي زولتيني، بس عايز اقولك انا مبسوط فعلا. ماشي يا عم، كل سنه وانت طيب. وانتي طيبة. كل سنة وانتم طيبين.